ازيكم؟ انا ساندي ناجي، وفي الفيديو ده هكلمكم عن حاجه اتطلبت مني اكتر من مره، وهو ازاي نعمل GIF او تحريك بسيط على الفوتوشوب زي الامثله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. والتكنيك ده هيضيف لك كتير قوي في شغلك وهيعليك، وكمان ممكن تستخدمه كطريقه تعرض بيها مشاريعك على بيهانس، بتبين خطوات وتفاصيل المشروع وقد ايه انت تعبت عليه. فيلا بينا. اول حاجه محتاجين نفهمها هي ان GIF ببساطه عباره عن مجموعه من الصور او الفريمز اللي بتتعرض ورا بعضها بسرعه، فبيبان ان الفيديو متحرك. وده ممكن بقى نظبطه او نوظفه على اي حاجه، وهقول لكم برده على امثله ازاي نوظف الموضوع ده. يعني في المثال اللي قدامنا ده هنا مجموعه من الصور بتتعرض ورا بعض، وانا واخداها من البروجكت زي ما انتم شايفين كده. لو انا فتحت معاكم البروجكت كده، كل اللي انا بعمله ان انا بخفي كل اللايرز دي، وببتدي ان انا اظهر لاير او جروب حسب ما انتوا عايزين. مثلا ده كده اول جروب اللي هو بتاع الباك جراوند، فكل اللي انا هعمله ان انا هدوس كنترول شيفت الت اس وهسيف الفريم ده كانه صوره عادي خالص. بعدين بقى كل لاير هظهرها او كل افكت هظهره هبتدي ان انا اسيف الفريم كصوره عاديه خالص. ففي الاخر بقى عندي مجموعه الصور دي للبروجكت بتاعي. هبتدي بقى ان انا علشان اعمله GIF هاخد اول واحد او اول فريم بتاعي كده عندي على الفوتوشوب، وبعدين هاخد بقى كل الفريمز الباقيه كده هعمل لهم سيلكت واخدهم كلهم عندي في نفس البروجكت ده. كده بقى عندي كل اللايرز او كل الفريمز بتاعتي، ومحتاج وانت بتعمل لهم سيف ان انت ترقمهم بالمنظر ده عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك. فانا دلوقتي هبدا ارتبهم كده، بقى عندي مترتبين بالترقيم بتاعهم. عشان بقى اعمل GIF محتاجه ان انا اجيب البانل اللي هي مسؤوله عن GIF او التحريك، والبانل دي هنلاقيها طبعا في قائمه ويندو اسمها تايم لاين. هيفتح لي البانل دي كده، هدوس على كرييت فريم انيميشن، ولو دي مش موجوده عندك هتدوس على السهم اللي جنبها ده وتختار كرييت فريم انيميشن من هنا. اول ما دوست كده ظهر لي اول فريم عندي، واول فريم ده انا هبقى عايزاه باول صوره خالص اللي هي رقم 1 اللي هي باك جراوند دي. فهدوس الت وادوس على اللاير دي علشان يخفي لي كل اللايرز ويظهر لي بس اللاير اللي هي اول لاير عندي. هدوس بعد كده على علامه الزائد دي علشان اعمل فريم جديد، وفي الفريم ده انا عايزه اظهر اللاير الثانيه اللي هي رقم 2، فهظهرها كده هيبتدي ان هو يظهر لي اللاير الثانيه. بعدين هدوس برده على علامه الزائد هيعمل لي فريم ثالث هظهر فيه اللاير الثالثه، وهكذا بقى كل فريم هضيفه هبتدي ان انا اظهر اللاير اللي بعديها لحد ما اخلص كل اللايرز اللي عندي. كده زي ما انتوا شايفين انا خلصت كل الفريمز بتاعتي بكل اللايرز. ولو انتوا واخدين بالكم كل فريم بيكون مكتوب تحتيها وقت عرض الفريم ده، فلو انا دوست كده وحبيت ان انا اغير الوقت ممكن اخليها مثلا كده نص ثانيه، فده هيتلعب نص ثانيه، وده كمان لو خليته مثلا نص ثانيه، وهكذا. طيب لو انا عايزه اغير التايم بتاع كل الفريمز مره واحده هدوس على اول واحد، وبعدين هدوس شيفت، وبعد كده ادوس على اخر فريم عندي وغير التايم. هيتغير بقى التايم بتاعهم كلهم مره واحده. لو انا بقى جيت وعايزه العب الفيديو ده هدوس على علامه البلاي هنا، هلاقي ان الفريمز عندي بتتلعب وكل فريم هيتعرض لمده نص ثانيه. طب لو انا عايزه اقلل التايم، حاسه ان التايم كده بينهم كبير قوي، فبرضه هعمل نفس الفكره، هدوس اعمل لهم سيلكت كلهم، وبعدين هدوس على التايم ونخليه مثلا 0.2، وبعدين هلعب كده التايم بتاع كل فريم بقى 2/10 في الثانية. فانا حاسة ان التايم ده كده مناسب. ممكن كمان العب في الاعدادات دي، لو انا مثلا خليت ده وانس هيلعب كل الفريمز ورا بعض مرة واحدة بس، لو انا خليتها 3 تايمز هيلعب الفريمز كلها ورا بعض 3 مرات، ولو انا خليت فوريفر وده الاحسن طبعا ان هو هيلعب كل الفريمز ورا بعض وهيفضل يكررهم للابد. طيب انا كده عملت GIF بتاعي وعايزة اسيبه، هعمل ايه؟ هدوس كنترول شيفت الت اس، بعدين هغير اللي فوق دي بدل JPG هخليها GIF، وبعدين هدوس سيف، هختار بعدين المكان اللي عايزه اعمل سيف فيه، وبعدين هدوس سيف من هنا كاني بعمل سيف لاي صوره عاديه خالص. طيب التايم لاين ده بقى ممكن نستخدمه في ايه تاني غير ان انا اعمل الفريمز دي؟ انا بس همسح كل الفريمز دي وبعدين هوريكم. طبعا انا لو عايزه امسح اي واحد في اي وقت هعمل عليه سيلكت كده وادوس على ديليت من هنا، ولو عايزه اعمل لهم كلهم بقى ديليت هعمل سيلكت عليهم كلهم بنفس الطريقه كاني بعمل سيلكت لللايرز، وهدوس على ديليت هيمسح لي كله مع بعض.
تعالوا بقى نعمل لاير جديدة كده علشان نشوف ازاي هنعرف نحرك حاجة تاني بالتايم لاين. انا مثلا هاجي ارسم دايرة او اليبس كده هنا، وهخلي الفيل باللون الابيض، وانا عايزة الدايرة دي تتحرك من هنا لهنا. فانا عندي الفريم الاولاني ده كده، الفريم الاولاني هعمل بقى فريم جديد، وفي الفريم الجديد ده هحرك الدايرة في المكان اللي انا عايزاها تتحرك لحد مثلا النقطة دي كده. بقى عندي فريم الدايرة فيه هنا، وفريم تاني الدايرة فيه الناحية التانية. فعايزة اعمل بقى الحركة دي، هعمل ايه؟ هعمل سيلكت على الاتنين فريم اللي عندي دول، وبعدين هدوس على العلامة الصغيرة دي هتعمل لي انيميت بين الاتنين فريمز دول. بعدين هيبدأ ان هو يسألني عايز كام فريم بين الاتنين دول، فانا مثلا هقول له عايز 10 فريم، فكده بقى عندي 12 فريم الاتنين دول، وفي وسطهم في 10 تانيين، وهدوس اوكي. لو جينا بقى نشغل هنلاقي ان الدايره بتتحرك من هنا لهنا. ممكن كمان لو انا عايزه الحركه تبقى سموز اكتر او ناعمه اكتر ازود عدد الفريمز، هعمل نفس الطريقه بس ممكن المره دي نخليهم 30 فريم. لو جينا بقى شغلنا كده هنلاقي ان هي بتتحرك خطوات قصيره لحد ما توصل للاخر. وممكن كمان عشان الحركه تكون سموز اكتر هنقلل شويه التايم بتاع الفريمز، هنخليه مثلا نو ديلي، فالحركة كده برضو هتكون سموز اكتر. وممكن بقى نزود عدد الفريمز زي ما احنا عايزين. ده بقى ممكن نوظفه في ايه؟ عارفين لما بنيجي نشوف مثلا على الصفحات الفيسبوك بنلاقي ان مثلا صفحة منزلة زي لعبة كده اللي هو وقف الصورة في مكانها والحاجات زي كده، فدي بتبقى الطريقة اللي هما بيعملوا بيها الجي اي اف او الفيديو الصغير عن طريق الفريمز زي ما احنا شايفين كده. بس كده دي كانت طريقة التحريك على الفوتوشوب. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك الانستجرام بتاعي، ادخلوا اعملوا لي فولو او اسألوني عن اي حاجة، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.